بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الليلة إن شاء الله هنتكلم عن الحلقة دي عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة رضي الله عنها. طيب، كانت خديجة رضي الله عنها هي خديجة بنت خويلد، امرأة تاجرة ذات الشرف ومال، فبلغها أن محمد صلى الله عليه وسلم من أمانته فأعرض عليه أن يخرج بمالها. يعني السيدة خديجة سمعت بأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الكل أرجع مكة عارفين إنه هو زول أمين وبتاع، فقامت أرادت له إنه يتاجر بماله. والتجارة كانت بيمشوا إلى الشام. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بالتجارة، وكانت بتديه أكتر بتديه راتب أكتر من كان الناس اللي بتديه. طيب، المهم قبل وخرج ومعه غلام اسمه ميسر، فقدم الشام فنزل في سوق بسرى. يعني وقت مشوا الشام في وصلوا السوق بيقول له بسرى، في ظل شجرة قريبة من صوامئها راهب يقال له نسطور. فأدلى الراهب إلى ميسرة وقال له: ما نزلت تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. يعني قال له الراهب قال لميسرة: ما في زول نزل في الشجرة دي قط إلا نبي. وكان ميسرة إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلنه من الشمس وهو على، يعني بيمشي في الشارع مسافته من مكة إلى بصرة. ميسرة بيشوف إنه في ملكين ماشيين، يعني بيظلوهم، يعني لو في شرم شديد فبيكون في ملكين ماشيين بفوق عليهم كأنه سحاب بتغطيهم من الشمس. فلما قبل عائدا إلى مكة قدم على خديجة بمالها وقد ربحت ضعفا ما كانت تربح. وكده راجع طبعا جو باعوا البضاعة وقبال الناس وربحوا أكتر مما كانت بتربح بعد زمان يعني. بعد ذلك طوالي السيدة خديجة أرد له الزواج بواسطة صديقاتها يعني. فقامت رسلت لها الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبتها اسمها نفيسة بنت منيا. وقالت لا والله، قالت له إنه خديجة دارت تتزوجك. طوالي هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مشى ورا أمه، وراه قال إنه السيدة خديجة دارت تتزوجه وكده. فخرج معه أمه حمزة بن عبد المطلب حتى خطبها من أمها عمر بن عبد الأسد، وقيل بل خطبها له أبو طالب ثم تزوجها بعد أن أصدقها 20 بكرة، وكان سنة 25 سنة. يعني هو كان عمره 20 سنة تقريبا، وهي كان عمرها 45 سنة، وقيل عمره كان 25. طيب، وكانت خديجة أول امرأة تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت بعد ما بقيت معه 25 سنة. الله أكبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من يتزوج السيدة خديجة ما يتزوج عليها إلا وقت توفت. وبحسب أهل السنة فإنه تزوج بخديجة قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهي بكر. عتيق بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وولدت له هند، ثم مات عنها فتزوجها أبو هالة النباشي بن زرارة، وولدت له هند وهالة، بينما رفضت الشيعة ذلك وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا. أنجب محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة كل أولاده إلا إبراهيم، وحين تزوج خديجة أعتق هادنتها أم أيمن فتزوجها
إبيد بن زيد بن الحارث، فولدت له أيمن. فصحب محمد صلى الله عليه وسلم حين بؤس، وتوفى شهيدا يوم حنين. يعني كان بقى صاحبه في في البئسة، وحتى توفي يوم حنين، اللي هي غزوة يوم حنين، أو نقول معركة حنين. وقيل يوم خيبر. وكان زيد بن حارث لخديجة، فوهبته لمحمد صلى الله عليه وسلم فأعتقها وزوجها أيمن بعد النبوة، فولدت له أسامة، وتوفي بعد ما توفي محمد صلى الله عليه وسلم ب15 سنة. دي الحلقة الليلة إن شاء الله، وهنتكلم عن الحلقة الثانية بإذن الله. ولو في أي شيء حاجة كانت ناقصة في الحلقة دي، فأرجو إن الناس تعلق ونبحث مع بعض ونعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم بكل صفاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.